پایگاه خداوند عظیم‌الشان این شب‌های مبارک دهه آخری ماه شهر رمضان، دهه تخم من نیران آزاد شده از آتش دوزخ سپری شده ایستاده است. خداوند هر یک ما و شما را طاعت و عبادتان را درگاهش را پذیرفته گردانیده، دعاهای ما را مستجاب گرداند. شب‌های مبارک، روزهای مبارک و طاعت و عبادت گذراندن آخرش نصیب‌دار گرداند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که دهه آخری ماه شریف رمضان نازل می‌گردید، تمام کارهایشان را مانده ایستاده، حتی به زنهایشان نزدیکی نمی‌کردند. میگویند تماما در مسجد عبادت خداوند انجام می‌دادند. میگویند زیرا اینکه مسئله شب قدر وقتی که پرسان شدند گفتند که میگویند به من همیشه شب قدر نشان داده شد، لیکن وقتی که بیرون برآمدم از خانه میگویند دو مرد با همدیگر جنجال میکردند، خرخشه میکردند، آنها را از همدیگرشان جدا کردم و فراموش کردم که کدام شب بود. میگویند و فرمودند که در دهه آخری ماه رمضان شب قدر را جوی یک حدیث مبارک فرمودند. حال شب تاق باشد، حال شب جفت باشد، تا بیان میدارند. پس گفتند که میگویند در دیگر حدیث مبارک فرمودند که شب قدر وقتی که سوال کردند در دهه آخری ماه رمضان، در شب‌های تاق ماه رمضان جوید. در دیگر حدیث چنین بیان شده است، آورده شده است. بعضی مفسران گفتند که بسیار چیزها را دلیل آورده، میگویند که شب قدر میگویند هر صبح از یک شب تاق و دیگر شب تاق میگذرند. میگویند یا شب 21 یا شب 23 یا شب 25 شب 27 شب 22 میگویند. دیگه اکثر مفسران متفقان علیه اینچنین بیان فرمودند که در شب 27 ماه شهر رمضان میگویند. لیکن وقتی که حضرت عایشه رضی الله عنها پرسیدم که میگویند یک شب میگویند که یا رسول الله شب قدر کی بود گفته، سوال کردم میگویند شب گذشته بود گفته، جواب دادم میگویند. مثلا از این همین عبارت بود است که تمام شب‌های همین دهه آخره با طاعت و با عبادت گذراندن و ما و شما حرکت کردن در کار، علی قدر امکان عبادت کردن در کار، خاصتا شب‌های تاق به حرکت کرده ایستاده همین با طاعت و عبادت با دعا و درگاه خداوند و گذراندن در کار است که خود شب قدر را وقتی که میگویند فرشتگان چنان فرشتگان بسیار نازل میشویند، روح الامین با سرداری حضرت جبرئیل علیه السلام نازل میشوند، میگویند که آنها روی زمین به جا نمیماند، بالاهای آب به جای گیرد، بالاهای آب پر میشد، میگویند باز جای نمیماند، تا سحر فرآمدن میگیرند باز هم جای میشوید میگویند که همینقدر فرشته بسیار میشویند که همین شب چه خیر که بنده دعا میکند، دعا باید از صدق دل باشد، از روی اخلاص باشد. دعای ما و شما دعای فرشتگان که یک وقت که می شود خداوند در بخش پذیرفته میگوید است. اما بزرگترین چیزی همین مثلا 10 سال عبادت کردید، 10 سال شب قدر یافتید مابین حیاتتان و 83 سال و 4 ماه میگویند عبادت کرده که یک شب اهمی اضافه حتی ثواب نوشته میشود، نام اعمال المسلمین. اگر ببینید 83 سال عبادت کرد نوشته میشود، مثلا 10 سال مابین 80 سال 70 سال 80 سال عمر بینید و همین اخیراً 10 سالش یافتگی باشید، یک سالش رو 83 سال چقدر سال همین زیاد شود و اگر همین وقت خدا مشرف گرداند اجر بالاش بین حد بزرگ پروردگار خودش عطا می‌فرماید. دعا کنید خداوند طاعت و عبادت‌های عاجزانه اهل جماعتان در بحر قبول و مستجاب گردانید. یافتن قدر و منزلت خودت اهل جماعتان اهل خانوادشان که خودت نصیب دار گردانید، عاقبت کار اهل جماعتان خودت بخیر گردانید. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین برحمتک یا سلام. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sankuj rozkývam. Prostý sa v begína namaz. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي كنتم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ما كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عليه توكلت وإليه أنيب.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرعوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم فإن الذين أورثوا الكتاب لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله إليك وأمرت أن أقيم الصلاة وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم يجمع بيننا وإليه المصير الله يحمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
بعض ما ظلموا ما استجيب لهم دعوتهم ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. ما الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ما كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وما كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤذن به الله ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم فيها ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. الله السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فقل آمنتم بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريبة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أو لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم فإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مما كسبوا
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افتروا على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن آياته الجبال في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما عند الله خير وبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس في الأرض ويبغون إنما السبيل يظلمون الناس في الأرض يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ فإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم حكيم إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فإنه في أم الكتاب لدينا لعلي عظيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين فكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضوا مثل الأولين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن العلي العظيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين فإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين فإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أما آتيناهم كتابا من قوله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
گفتن که وقتی که علی رضی الله عنه فرزنداشون رو تعلیم و تربیه میکردگی بودن، گفتن که صبر امیر، گفتن 7 سال فرزند برای شما امیر است. چه خیلی امیر میگه که دادو ما به روزنه گرامتی، دادو این گرامتی، دادو وای گرامتی، این میکند وای میکند، ولی اصلا ما میرم گفت نه نمیگه گرام میبره، یعنی که 7 سال به گفتگیشه اجرا میکنه. و صبرون اسیر میکنن 7 سال دیگر وای اسیر شما، غلام شما، یعنی که شما میگوید که بچه‌م رفته ایستاده من این پول گیرو ابوذر خرید کرده بیا، بچه‌م میدان کلام کن، بچه‌م مول نگاه کن، بچه‌م این کن وای کن، خلاصه 7 سال چیزی میکنن گفتن فرزند، یعنی که تربیه میکنن، یعنی امر میکنن وای غلام شما گفتن. وقتی که 7 سال دیگر گذشت، بعد 7 سال دیگر 21 ساله که شد گفتن تشاوره و یشاوره، 7 سال دیگر بعدش یعنی 21 سالگینده تو وای کدی، یعنی که پادشاه و وزیر میشی، یعنی وای تو مشاور میشی. بعضی چیزهای تو وای کدی مصلحت میکنی، بعضی کارهای زندگی وای تو کدی آمده چون کنن مصلحت میکنن. برای همین علی رضی الله عنه برای تعلیم و تربیت فرزند گفتن که شما باید فرزندتان تعلیم تکن و آداب آموزتان. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنن ترمذی آمده است که گفتن که کسی که اگر فرزندش بی اهمیتی کند همین گناهی میکنه که خودش بس کنه. برای تعلیم و تربیت اهل و اولی فرزندش اگر نااهمیتی کند همین گناهی میکنه که بس. گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم کفى بالمرء اثما، کفایت است برای مرد همون گناهی که ان یضعیه تا اینکه ضایع کند برای اهل و اولیش وقتشه، یعنی تربیهشه، یعنی تربیه نکند. همین گناهی میگه بیش خودش برای همین فرزندش کفایتی میکند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث گفتند که کل مولود یولد علی فطره، هر یک فرزند آدم با فطرت مسلمانگی تولد میشه، یعنی مسلمان شده تولد میشه. فابواه، پدر و مادرش باشه دیگر چون میکند یهودی میکند، چه خیلی کده یهودی میکند، تربیه میکند، همون به تربیه کده یهودی میکند، او ینصرانه یا اینکه نصرانی میکند، او یمجسانه یا اینکه مجوسی اتو آتش پرست، الله پرست میکند. برای همین دیگر حدیث هم در رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که هر یک شخص رهبر است، سردار است برای اهل و اولیش و مسئول عن رعیته، روز قیامت از همین زیر دستاش پرسیده میشه. روز قیامت از همین زیر دستاش پرسیده میشه. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی که وفات کرده سالگی بودن، یکمین چیزی که گفتن وقتی سکرات موت شدند نماز برپاداریتان، نماز برپاداریتان گفتن، دوامش گفتن که زیر دستتان رو ظلم نکنتان. برای همین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بسیار حدیثا برای تعلیم و تربیت فرزند موی راهنمایی کردگی، راه نشان دادگی. ما وقتی که بی‌پرواگی میکنیم، همین ما بخاری باب موندن کتابش آمده. باب درباره اون شخصی که یعنی که غلام بشه، غلام مرده بشه و غلام زنه بشه تربیت کنه، تو باب موندن. برای چیزی موندن؟ برای اینکه انسان مسئول که باید فرزنداشه زیر دستش تعلیم و تربیت کنه. اما برای هر یک مرد، برای همون صاحب خانواده نمره 1، یعنی رقم 1 میستد مسئولیت پدر و مادر. اولش میستد پدر، ثانی مادر میستد. برای همین روز قیامت پدر پرسیده میشه که فرزندان تعلیم و تربیت کردی یا نمی‌کردی. وقتی که انسان اگر فرزندش تربیت نکرده باشد، همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که همون گناهش خودش کفایت. ابن دوایلی گفتن که وقتی که فرزندشون که می نشستن گفتن که من شما خورد بودگی اتوناندیم مهربانی شفقت کردگی، کلان سول بودگی اتوناندیم مهربانی شفقت کردگی،
یعنی که یاردم کردگی حتی اینکه دنیا و نامده پیشم من شما مهربانی کردگی گفتن فرزندشون گفتن که شما برای ما خیلی دنیا بودیم دیدیم معلوم وقتی که دنیا نبودیم چیزی کار کردید که برای ما شما یاردم کردید یعنی مهربانی کردید گفتن که برای من گفتن برای خودم یک زنی را اختیار کردم که وای زنه یگان کس دشنام نمیداد وای زنه یگان کس دشنام نمیداد چخیل دشنام نمیداد یعنی که وقتی که انسان یک زنکه یک دختر برای همسری گرفتن یعنی نکاحش به در آوردن کوفتکوب میکند و زیباییش و کارهای گناهش و کارهای نادرستش به چشم پشت ایستاده همون زیباییش رو دست گرفتن و مردم چون میکند تبی خیستن و میگه که این فلانی بچهش میگه مقصد اگر بین جمعیت به کارهای ناشایسته و دستگیری باشد و کارهای نادرست کردگی باشد و لیکن زیباییش گفته ایستاده همون جمالش گفته بر شخص میگیره شو پیامبر صلی الله علیه و آله خودشون گفتن که آدم‌ها چهار چیز بشه ایستاده یک کسی چون کنه میگیرد یعنی نکاحش میداره یعنی همسر میگیرد یکتاش برای هم خوشروییش کنه اگر گفتم خوشروییش گفته ایستاده اهمیت ندیه اگه خیلی ایستاده اینو باش فلان چی میگه برای الهی گفتن که خدا رحمت کند من گفتم پیش از اونه که شما دنیا و بیتون زنکی که حق خارت نشونیده است من انهی زنکی اختیار کردم برای چیزی برای تعلیم و تربیت فرزند و میگن که تعلیم و تربیت فرزند کی سر کنیم بعضی گفتن که بعد 7 روزگی بعضی تولد شده آمد بعضی عقلش در آمد خدا رحمت کند بعضی علما گفتن که تعلیم و تربیت فرزند از اختیار همسر وقتی که انسان اختیار میکند علاقه سر میشه تعلیم و تربیت فرزند برای همین امام مالک وقتی که مادرشان پیشی ربیعه و آورده میماندگی شدن سحر گرفتند و غسل کناندن بچه‌هاش غسل کنانده طهارت کنانده پیش ربیعه و گیر آمده گفتن که از همین شخص تو آدابشون تعلیم بگیرید وقتی که کلان شدن امام مسلمان ها شدن به سبب تربیتی که مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز نشسته بودن قبل حسن رضی الله عنه هشتگی بودن که همه بوسه کردن یک شخص اون هشتگی بود و گفت که ای رسول الله گفت آدم فرزندم بوسه میکنن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ها رحم کردن بعد شفقت کردن بعد برای فرزند گرفته شده یا اون تربیه کرده همه رحم شفقت میکنید دیگر روایت عایشه رضی الله عنها اومد که گفتن که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کسی بوسه کرد میبرشان امام مسلم بوسه کردن میشتن پیششان گیرم از قبیله اومد گفت که ای رسول الله گفت آدم گفت فرزندش هم بوسه میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ارحم فترحم تو رحم کن رحم کرده میشی تو رحم کن رحم کرده میشی و گفت که رسول الله گفت ما از جهتی که گفت پیش فرزندمون سیاستمون گم نشود گفته گفت همین جهت ما بوسه نمیکنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لکل ذی حق حق هر یک حقش دادن لرکاد برای همین وقتی که انسان فرزندش به اهمیت میدهد انشاءالله فرزندش کلام که شد همین امام احمد گفتن که ما گفتن برای تعلیم و تربیت فرزند ما از طعام و شراب محتاج‌تر از طعام و شراب ما محتاج‌تر ما مثال گیریم 6 ماه به یک بار انجام گیریم هم میشه 6 ماه به یک بار انجام مثال زمستانه که بهارانه گیریم هم میشه یا اینکه مثال یک شبانه روز به یک بار انجام نکنیم هم میشه یا اینکه طعام بگیریم اگر یک روز به 3 بار خوردن نموده کن آشامیده نموده کن اما امام احمد گفتن که بلکه برای انسان از خوردن و از پوشیدنش هم تعلیم گرفتنش به ما محتاج دارد برای همین هر یک انسان باید حرکت کردنش در کار که فرزندش صالح شود اگر وقتی که فرزندش صالح شود همون دعای ابراهیم علیه السلام که او دعا کرده گفتن که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما وقتی که اگر
فرزند کدام شده صالح شود نور چشمش میشه و هر اون عمل صالحی که میکند انشاءالله برای هم پدرش مادرش خوانده میستد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و نتوب الیک. رحمت دادیم پروردگار صاحب و سماهای حاصل شده اهل حاضرین گذشتگانشون که پروردگار خودت بهره مند گردانی و در مادران نسبت فرزندان مهربان بودن و تعلیم و تربیه نمودن بخواهیم گردانی فرزندهای نسبت پدر و مادر خدمت بخواهیم گردانی نسبت خلق و وطن خدمت بخواهیم گردانی جمله مراد و مقصدهای که اهل جماعت های پروردگار خودت برآورده خیر گردانی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكذلك أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا فإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك فإنك على صراط مستقيم. فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها فأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها فأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فنادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. فقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه لعلم الساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين فلما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فنادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو السميع العليم. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءكم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون واترك البحر رهوا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنكم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنكم جند مغرقون إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون وملئه إنه كان عاليا من المسرفين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أم هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم يعلمون. إن يوم
الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين وكذلك زوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك إن ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق درگاهت به قبول و مستجاب گردانید دم دا قاری ها و خدا خوبی الهی خودت عطا فرمایی اون برادرانی که خدمت میکنن خیرات و احسان میکنن اجر و پاداشش در این دنیا در آخرت در خزینه رحمت خودت عطا فرمایی جمله مراد و مقصد اینه که اهل جماعت برای خیر گردانید در این دهه مبارک یافتن قدر و منزلت خودت پروردگار خودت هر یک اهل جماعت و اهل خانواده‌شان که نصیب دار گردانید والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين رحمتك يا ارحم الراحمين ان شاء الله.